لا تقع الكوارث بالصدفة، بل هي نتيجة سلسلة من الأحداث البالغة الأهمية. لنكشف عن القرارات المشؤومة في تلك اللحظات الأخيرة قبل الكارثة. كان كل شيء طبيعي في العاصمة. مبردات البرفاب تعمل بأقصى طاقتها، السبالة الكنتورية تدق، ودرجات حرارة المنازل منخفضة، فيما كانت في الخارج تتجاوز 60 درجة مئوية. إلا أن ذلك اليوم لم يستمر كذلك. كنت سعيدة في ذلك اليوم، رغم أن درجة الحرارة تجاوزت 60 درجة. فقد كان السبلة الكنتوري يعمل والبخيخ منعشا. تهيأت لنومة الظهر، لكن أمرا غريبا كان قد حدث. شعرت في ذلك اليوم بأن أمرا ما بدأ يحدث. لقد ارتفعت حرارة المولدة وأصبحت بحاجة إلى كمادات. حاولت جاهدا السيطرة عليها وتبريدها بماء نرجيلة العلج والنعناع، لكنها لم تستجب. عرفت حينها أن كارثة ما ستحدث. كانت الساعة 3 ظهرا حينما حدث أمرا ما. لقد انقطعت الكهرباء عن المنزل. نظرت إلى تشانجوفر. تمنيت أن تكون الوطنية هي التي انطفأت، لكنها كانت المولد. أحسست بأن أمرا ما بدأ يحدث. إنها المولدة. تصرفت بسرعة وأطفأت التوليد، إلى أن المولدة لا تزال تعمل. ثم خفتت فجأة. عرفت حينها بأن الكارثة أصبحت على بعد خطوات. إنه رأس التوليد. صرخت قائلا: إننا نفقد المولد. اتصلت بأخي حلاقيم ديستوفسكي. أخبرته بأن عليه التأكد مما يجري في المولدة. وعندما أخبرته بأن الكهرباء انقطعت، صرخ قائلا: يا إلهي، أرجو أن لا يكون الكور قد انفطر. The core is not broken. My sister called me. لقد اتصلت بي أختي وطلبت الذهاب إلى المولدة لفهم ما حدث. كنت حينها ألعب طاولي مع جاري خنياب كريسيكوف. تركته وذهبت إلى رومينوف مشغل المولدة. رأيته جالسا وقد انطفأت المولدة تماما. Was shut off completely. I was sitting on the floor. كنت جالسا على الأرض. لقد شعرت بحزن شديد، فقد أدركت أخيرا
أن الكور قد انفطر وأن الكارثة قد حلت. لم أستطع فعل شيء، لقد عطلت المولدة تماما، رغم أني ماخذ فلوس الاشتراك من المشتركين قبل يومين. 2 days before. I called Hind and told her. اتصلت بهند وقلت لها ما جرى. لقد انهارت عصبيا. إن انفطار الكور أدى إلى صدمة نفسية لها، فلم تتزوج منذ ذلك اليوم وحتى الآن. كانت تلك كارثة حقيقية. It was a disaster. بعد 25 عاما من الحادث، قررت الحكومة العراقية رفع المولدات من الشارع ثأرا لنفسية هند ديستوفسكي التي تحطمت. أصبح العراقيون يستخدمون المهفات بدلا عنها، حيث لم تتصلح الوطنية حتى يومنا هذا. أما سماسيم رومينوف فقد أحيل إلى محاكمات نورنبيرغ كمتهم في عدم صيانة المولدة، وحكم بالسجن لمدة 20 عاما، وأفرج عنه قبل هذا التقرير بربع ساعة. اعتبرت الأمم المتحدة كارثة انفطار الكور إحدى أشنع حوادث القرن 21، حيث ذكر البيان النهائي لبان كيمون أن انفطار كور تلك المولدة لا يقل شناعة عن انفجار مفاعل تشيرنوبل.